ما هي طريقة قيام الليل بسورة البقرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن صلاة الليل مثنى مثنى، 2 4 6 8 وأنت ماشي. تستطيع تقسم سورة البقرة بعد أن تقرأ الفاتحة تبدأ في البقرة، الركعة الثانية تنتهي من الفاتحة تبدأ في باقي من البقرة، وهكذا تقسم البقرة على ركعتين، على 4، على 6، على 8، أنت همتك. بعض الناس يقوم الليل بركعة واحدة، أقدر أقرأ سورة البقرة كلها في ركعة واحدة بعد الفاتحة؟ نعم، ما في مانع. بعض الناس يقول أنا أعجز عن القيام وعندي مشاكل صحية، صل وأنت جالس، ما في مانع، أمر الله في يسر. لماذا في قيام الليل؟ لأن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ولأن في الليل من أخبار وأسرار وسهام ما يتوفر في غيره، ولأن الله يعطي أهل القيام في الليل ما لا يعطي غيرهم. فلذلك إذا اجتمعت سورة البقرة وقيام الليل أتت بنتيجة باهرة وعظيمة. فاجتهدوا وأحسنوا القيام أهل سورة البقرة وأبشروا.